السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوارتز اللي قدامنا ده مصنع في مصر، هو خامة ممتازة جدا ومواصفاتها حلوة، ما بتبقعش خالص. احنا جربنا فيها كل حاجة ممكن تبقع ما بقعتش، وجربنا فيها الليمون والخل، دول اهم حاجتين جربناهم فيها ما عملوش فيها حاجة. وجربنا فيها حاجة سخنة جدا، حطيناها عليها طاسة كنا حاطينها على النار بقالها فترة، ما عملتش فيها اي حاجة خالص. الناس بتشتغلها على ان هي مستورد، بيخافوا يقولوا ان الخامة دي مصنعة في مصر، ولكن هي ممتازة. واحنا هنا في مصر اكتر دولة فيها خامة الكوارتز مصر. مصر كانت بتصدر خامة الكوارتز للدول الاوروبية ولامريكا، خامة الكوارتز، وعلشان كده كان من السهل ان يتعمل مصنع كوارتز هنا في مصر. ولكن برضو ما زالت رغم ان هي خامة مصرية سعرها مش رخيص، سعرها غالي، لان هي برضو بتتكلف التصنيع بتاعها، وبتاخد مواد الايبوكس اللي هي بتتخلط مع الكوارتز، مواد غالية شوية، دي بيسموها كلاكاتا جولد. احنا هنا عاملين الحوض تحت الرخامة زي ما بنعمل كل دور، وده طبعا لما بيتعمل صح زي ما احنا بنعمله بيبقى ممتاز جدا وبيبقى متين. ما احنا لما بنعمله بنمونه كويس، بنحط له كله وبنحط له شرايط رخام من الظهر، والكلام ده منتشر في فيديوهات عندنا كتير، واحنا بنركب الحوض مصورينه قبل كده. بعد كده عاملين التخانة اللي قدام دي ستارة شطف 45، وعاملين لها تخانة من تحت برضو علشان تبقى متينة وبتدي صلابة للقطعة نفسها وبتدي شكل جميل. هنسمع رأي الباشمهندس. باشمهندس، ادينا رأيك في الشغل والمواعيد. لا جميل والله. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا حاج، تسلم ايدك والله. الصراحة خد المقاسات الحد تقريبا او الاثنين وركبنا الاربعة. شكرا يا باشمهندس، والف ربنا يكرمك.